انتوا خلاص نهايتكم قربت، وانتوا عارفين انها قربت. مسلسل النط من المركب، كل واحد بينط من المركب عشان ينقذ رقبته، معروف وصاحب الموقف اللي قال كلمة حق في التوقيت اللي كان بيحتم عليه ضميره ووطنه انه يقول كلمة الحق وما قالهاش. احنا عارفينهم واحد واحد، واحنا ليهم بالمرصاد، واقسم بالله ما هنسيب حد تسبب في انتهاك كرامة المواطن المصري والتفريط في حقوق واصول المواطن المصري والخيانات والتفريط. كل ده مش هيتساب. كل واحد ارتكب ذنب وجرم في حق الشعب ده والوطن ده مش هيتساب. اسألوا نفسكم، السنة اللي عشتوها بعزة وبكرامة استكتروا الكل عليك انك تكملها وتكمل بعزة وبكرامة. صدقني والله انت اللي هتصنع الفارق، انت اللي بايدك تغير، محدش هيغير لك، مفيش منقذ، محدش هينزل من السماء يغير لك. انت اللي عايش في الارض دي وانت اللي بايدك تحررها. صدقني والله ده مفيش حاجة ممكن ما تتعملش علشان تحرك نخوتك السلطة ما عملتهاش. كل حاجة تخلق لعديم النخوة نخوة وإحساس وشعور اتعملت، بس مش فاضل غير حاجة واحدة، إن يتزرع لك نخوة وتقوم عليك نخوتك وتقوم عليك رجولتك وتهب هبتك وتقول كلمتك. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، لا إله إلا الله. النموذج الفرنسي دولة فيها شعب قسما بالله حاول تهوب ناحية حقوقه وحرياته وياكلك بسنانه. ما يعرفش مخلوق على وجه الكرة الأرضية يهوب ناحية حقوقه وحرياته وأمنه القومي وأصوله، أو سعر تذكرة مترو، أو سعر حتى تذكرة أتوبيس، أو سنتيم واحد، قرش مليم يزيد في سعر الوقود أو الغاز أو السلع الغذائية. شعب محترم وشعب مثقف وراقي. بيبدأ الأول ديك كده طلقة في الهواء تحذيرية، صفارة إنذار. لما ماكرون استخدم حقه الشرعي والدستوري، شوف هم مش عاجبهم ان هو يستخدم حقه الشرعي والدستوري لانه رئيس جمهوريه، فقالوا له صراحه لو كان ده جه عن طريق القرار ده جه عن طريق مجلس النواب اللي هو بجد، يعني اللي هم منتخبينه بجد، مش متهيأ ان في مجلس نواب اللي هم انتخبوه، محدش راح ادى الناخب كرتونه ولا ازازه زيت ولا كيس سكر. قالوا لو كان المقترح بتاع تعديل القانون هيكون من البرلمان احنا موافقين. البرلمان بتاعنا اللي احنا جايبين النائب ونعرف في اي لحظه نطيره، انما رئيس الجمهوريه ده ما ياخدش قرارات حتى لو دستوريه لما يرجع لنا احنا ويستشير مجلس النواب. دي الدول المحترمه يا حضرات، دي الدول المحترمه يا اساتذه. تمام. بداوا الاول يعملوا له ساعتين اضراب ساعه الذروه في خروج الموظفين، وقفوا له المواصلات، يعني المترو والاتوبيس الترام، يعني اغلب شركات نقل المواصلات، اغلب وسائل نقل المواصلات. الشعب المواطنين يقولوا للعاملين والموظفين في المرافق دي وقفوا المرفق لمده ساعتين عشان احنا بنطالب بحقوق فرنسا كلها للصالح العام. فالموظف الذكي، مش الموظف اللي امه نزلت رقصت قدام لجنه حشاكم، او اللي ابوه قاعد طول النهار فاتح التلفزيون بيتفرج على احمد موسى، دول اللي احنا قلنا من الاول خالص افتكروا هنشوف لهم جزمه مقاس خلقتهم ونلبسها لهم. ها واخدين بالكم؟ ايوه زي ما انتم ما فهمتوا بالظبط. فالموظف ده ما بيقولوش يا مواطن يا اهل الشر يا كخ يا ارهاب يا اخواني، لا لا لا، ما بيقولوش كده خالص. ما بيقولوش انا عايز تخرب وتدمر وانت الفوضى. بيقول له صح معاك حق، انا هنزل اعمل اضراب ساعتين وهنمشيها كده لمده شهر، ساعتين مرتين في الاسبوع، علشان الحكومه تعرف ان في شعب متضايق، شعب غضبان. بعد كده بيبدا يصعد، لو الحكومه ما استجابتش يخليها له ساعه نزول الموظفين الصبح ساعتين واخر النهار ساعتين. بعد كده التصعيد بيبقى بالنص يوم. بعد كده التصعيد بيبقى عن طريق مناشده برضه للمواطنين، الشعب المتكاتف اللي هو على قلب رجل واحد، بينفذوا كل حاجه ديننا قال عليها، يعني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هم بيعملوها. ما اعرفش سبحانك يا رب، كل حاجه في ديننا تخليك تبقى راجل عندك كرامه هم بيعملوها. يمشوا بالميكروفونات عادي جدا، يلف في الحي، يا جماعه يا سكان يا اهالي يوم كذا عندنا وقفه، بما ان احنا عملنا ساعتين ثم ساعتين الصبح وساعتين اخر النهار ثم نص يوم ما استجابوش، احنا عندنا وقفه، ولو سمحتم قولوا لجميع القمامه اخواتنا الافاضل، جميع القمامه ما يشيلوش القمامه ويسيبوها للحكومه، عشان السياح بما ان دوله عظيمه زي فرنسا ويعني هي دوله سياحيه وكل موارد فرنسا او اغلب الدخل الفرنسي بيجي من السياحه، سيبوا لهم القمامه علشان يتعلموا الادب، الحكومه تتعلم الادب. فالكل يتكاتف. واخر ما زهقوا بعد 3 شهور من المحاولات المستمره، سواء بالاضراب سواء ان هم يوقفوا مرفق
سواء ان هم يسيبوا القمامه، يتظاهروا في ميدان مره ويغيروا الميدان اكتر من مره، يعني مره يتظاهروا في ميدان ريبوبليك، مره يتظاهروا في ميدان الباستي، مره يتظاهروا في بلاس ديتالي، كل مره في مكان الشكل، عشان هم عارفين ان الخطه الامنيه بتكون ان هي تحاصر الميدان اللي هم هيتظاهروا فيه، ويقفلوا المنافذ والمداخل بتاعت الميدان فمحدش يعرف يدخل، يوقفوا المواصلات او يقفلوا الطرق المؤديه للميدان. شعب ذكي مبتكر، شعب ما بيقاسش مع حقوقه، عنده حقوق وحرياته ملوش كبير، ملوش كبير، ما يسيبش ابدا الحاكم يدوس عليه بالجزمه، ما يعملوش كده ابدا، ما يقبلوش بكده ابدا. اصل هم كرامتهم اغلى من معدتهم واكلهم وشربهم، كرامتهم غاليه قوي عليهم، كرامتهم اغلى ما عندهم. مفيش واحد فيهم بيطلع يستجدي رئيس الجمهوريه او رئيس الحكومه يقول له انا مش لاقي اكل ومش لاقي اعلم العيال، مش لاقي اصرف، بقينا بناكل من الزباله وبناكل رجول فراخ ومش عارفين نجيب فول وطعميه. انتوا شفتوا ما حلمتوش. هنا في اقلام بتتطرشق على الوش وعلى القفا، في بيض بيتزقل بيه اجدع مسؤول عادي جدا. اصل الكرامه دي يا ابن الحلال ما حدش بيشتريها لك، ولا حضرتك بتاخدها كده في كيس وانت مروح البيت كده شويه كرامه، ولا بتروح للصيدلي تقول له اديني دواء او حقنه تخليني عندي كرامه. يا عندك كرامه يا انت هتفضل هفيه ملطشه عبد ذليل لغير الله برضاك. محدش ابدا هيبص لحقوقك ولا لكرامتك الا انت. ما اعرفش امتى ممكن تنقح عليك البذره اللي جواك، ما هو كل انسان فيه بذره كرامه، بس هي نسب متفاوته. في واحد عنده الكرامه 1,000,000%، وفي واحد عنده الكرامه سالب 1,000,000%، تفرق كتير جدا. ربنا خلصنا من عديم الكرامه، احنا كل اللي محتاجينهم اصحاب الكرامه اللي عندهم ثقه ان حريته وكرامته وعزته، العزه، عزه النفس والكرامه والحريه هي اللي هتجيب له المام، مش هتخليه يستجدي المام. انا بحاول اكلمك باللغه اللي اغلب الناس بتتكلم بيها وبتهزر، الناس بتهزر في اكلها وشربها، بيحسسوا اللي فوق ان عادي الموضوع لسه، يعني عندنا رفاهيه الوقت نهزر. خليك كده هزر. اهم شيء بقى ان الاعلام الفرنسي والمجتمع الفرنسي كله ما حدش فيهم وصف كل اللي قلت لك عليهم دول، سواء موظفين في الدوله استجابوا لنداء الشعب، وقفوا المرافق وعطلوا المواصلات، وجميع القمامه اللي تعاونوا معاهم، مفيش حد وصفهم باهل الشر والارهابيين ودول الفوضى والغوغاء. شعب مثقف، والحكومه ما خصمتش لموظف واحد الا الكام ساعه اللي هو اضرب فيها عن العمل، وده منصوص عليه في القانون. لكن ما اتفصلش، ما جاتش امن الدوله خدت فلان من بيته وفلان من مكتبه وزلت انفاس اللي خلفه اهله عشان قال احنا شعب عندنا كرامه ومحدش ابدا يتعدى على حقوقنا وكرامتنا. مفيش جهه امنيه تتبعتهم او لاحقتهم. مفيش حد في الدنيا دي كلها، في فرنسا اللي انتوا شايفينها دي كلها، قال عليهم غير ان هم اصحاب حق، وهم الرجاله اللي واقفين يجيبوا حقوقنا كلنا. في مننا ناس مش قادره تنزل، في ناس كبيره، في ناس حزب كنبه في كل مجتمعات العالم، بس دول الرجاله اللي فينا، دول الابطال الوطنيين، محدش بينتقدهم. على عكس ابناء الراقصات اللي بيوصفوا الوطنيين والاحرار ان هم خونه، مع انك لو دورت في صلبهم، عارف صلبهم يعني ايه؟ يعني البصقه اللي اتبصقوا فيها يوم ما حصل لا مؤاخذه جماع بين ابوه وامه، هتلاقي بصقه نتنه، زرعه نتنه، نبته ملوثه، جايبه رقصات وغوازي وعوالم، حاجه تعر. مخلوقين استغفر الله العظيم، نازل موطي، نازل بنعمين مش بنعم واحده، على اي حاجه، ان شاء الله لو على قفا امه هيقول انا موافق. حاجه في منتهى الوساخه. انا ما بشوفهمش الا ولاد رقصات، دي نظرتي ليهم الحقيقه. اي حد بقى بيتكلم النبره الخرا اللي انتوا عارفينها، نبره تقرف. الفلسطينيين بقى اراضيهم، شوفوا الانجازات والكباري، انتوا ما تعرفوش القياده الحكيمه بتعمل ايه، انتوا اصلكم قاعدين بره بتتكلموا وانتوا اهل الشر. تحس ان امه كانت بترضعه صديد ومده، تحس انه استغفر الله العظيم اما عدوا السفراجي خده كده وهو صغير كده ورا مصنع الكراسي ولا حتى ورا الكنبه. حاجه تقرف، شويه حساله واقذار. مش عارف دول، ما اعرفش دمهم بيجري فيه ايه الصراحه. ممكن يكون بيجري فيه ميه ساقعه زي اللي كانت في الثلاجه من 10 سنين. اذا الدعوات كانت من شباب، الشباب ده شعب عادي جدا، لا مصنف ولا احزاب ولا تيارات ولا جماعات ولا اي شيء. يعني اللي قاد الحراك اللي موجود في فرنسا دلوقتي شباب زي الورد، لا له علاقه باحزاب سياسيه ولا تيارات سياسيه. ده شعب عنده كرامه، بيحس، عارف ان الاحزاب السياسيه ليها حسابات تانية غير حسابات الشعب. احساس المواطن غير احساس راغب السلطه والكرسي. انا كمواطن احساسي حاجه
واي انسان بيمارس سياسه وبيخش يشترك في حزب سياسي عشان يدخل اكيد البرلمان او يرشح نفسه، كل ده له حسابات، له حسابات في دماغه، ومواقفه مش هتبقى خالصه لمصلحتك انت كمواطن. انما المواطن لما بيجي يحسبها، لما حد يجي عليا، مفيش حاجه اسمها ابقى مرن بقى واخش في شغل الدبلوماسيه. الامور بتختلف، المعادله بتختلف، لان هدفك انت عايز مصلحتك كمواطن، عايز تعيش بعزه وكرامه، عايز يبقى ليك وضع مستقر. هو الاخ بتاع سياسه زي ما شفتوا الارجوزات والكومبارسات واللي بيوهموكوا ان هم نخبه، ليهم اهداف بتخليه ساعه الجد ما يقدرش يقول كلمه الحق. يمسك بقى العصايه من النص، يبقى طري كده، ها، يقول لك تغيير طري وناعم، وقال ايه انتخابات وقال ايه. هاجي لكم في الاخر. اصل زي ما قلت لك الصح ملوش طريقين، الصح له طريق واحد. اللي داخل ياخد بنتك او اختك من بيتها ملوش غير الباب. اللي بينط من الشباك ده طلقه في نافوخه، شبشب وعلى عين اللي خلفته. لو انت شايف حاجه تانية لما روح اكشف على رجولتك عند اي طبيب ذكوره، او اقول لك امراض نساء. يبقى احنا كده شفنا نموذجين. النموذج الاول في اراضينا المحتله، قطعان الخنازير انتفضت عشان السلطه التنفيذيه قررت تحصن نفسها. النتن قرر يحصن نفسه من رقابه القضاء، وبدا يتغول على السلطه القضائيه ويسيس القضاء. النموذج الثاني شعب زي الشعب الفرنسي الحر قرر انه يضرب طلقات تحذيريه ويدق ناقوس الخطر ويدي صافره انذار للحكومه وللحاكم، ويقول لهم احنا موجودين، مفيش قانون هيتمرر حتى لو كان باسلوب دستوري ووفقا للقنوات المشروعه الدستوريه، الا لما ترجع لنا احنا كشعب عن طريق مجلس النواب الحقيقي اللي احنا انتخبناه، مش مجلس الطراطير العار، مش حنفي، مش علوكه، ها.